ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا الفطير بطريقة مميزة خالص، مش بالطريقة المعتادة اللي متعودين عليها. وكمان مش هنعمله في الفرن، احنا هنعمله على الطاسة من فوق. بصوا بسم الله ما شاء الله، تعالوا معايا عشان اقول لكم العجينة ازاي تبقى يعني طرية جدا كده. بصي بتتفرد معاكي بكل سهولة، من غير تعب، من غير مجهود، من غير اي حاجة. خليكم معايا واحدة واحدة عشان تاخدي عجينة بالملمس الطري اللي انت شفتيه في اول الفيديو دوت. هنا عندي نص كيلو دقيق، عليهم رشة ملح، عليهم معلقة كبيرة من السكر. زي ما انتم متعودين. المية بقى بننزل بيها ايه؟ تدريجيا. هنزل بالمية تدريجيا. انا هنا هوك مسرعة الطريقة لاني عملتها في اكتر من كذا فيديو، فمش عاوزة اطول معاكم الفيديو. المية بقى هنا هوك بنزل بيها تدريجيا، واعجن العجينة كويس جدا عشان تكون معايا عرق. تمام كده اهوت. واهم حاجه نوع الدقيق يكون كويس، وانت بتشتري الدقيق تقولي له عاوزه دقيق هعمل بيه فطير. تمام. هعجن العجينه كويس جدا. قبل ما اخلص عجن بقى كده واروح حاطه معلقه زبده. معلقه الزبده اللي بقى هكمل عجن بيها دي بتديها طراوه حلوه قوي، وبتخلي ملمس العجينه معايا حلو قوي. لو خدت بالكم معايا العجينه لا يابسه قوي ولا طريه قوي، اللي هو الوسط. بعد ما عجنتها وسبتها بقى بسيبها حوالي ربع ساعة كده هوك تريح معايا. لو العجينة بتاعتي ريحت كويس هتتفرد معايا بكل سهولة. خليكم معايا خطوة خطوة. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا، يعني لو عاوزة النص كيلو دوت هتحطيه على صينية او طبلية وتعملي بيه فطيرة كبيرة واحدة، مفيش اي مشكلة. اعملي بس الطريقة ديك وخلي العجينة بتاعتك ملمسها زي ما انت شفتي كده، اللي هو لا طرية قوي ولا يبس قوي، اللي هو الوسط. وفي نفس الوقت تبقى ايه؟ طريقة سنة بسيطة كده هوك، مش ان هي ايه بتلزق في ايدك. بص انتي بتقرصيها هوك والعجينة ما بتلزقش خالص في ايدك، دي اعرفي ان العجينة بتاعتك مظبوطة. النص كيلو انا هنا هوك عملته 7 فطاير. تمام كده هوك. هتعمليهم 7 فطاير ايه صغننين كده هوك، هيبقوا حلوين جدا. بعد كده بعد ما حطيتهم في صينية برش عليهم رشة سمنة من فوق او زبدة او سمنة على زيت، واسيبهم يرتاحوا حوالي 10 دقايق. بصوا النتيجة. بصي هي العجينة مش متحملة، هي بتتفرد بكل سهولة معاكي. انا حبيت ان انا اوريكي. بصي العجينة ملمسها طري ازاي، يعني زي الزبدة كده هو بتتفرد في ايدك بسم الله ما شاء الله. بعد كده بقى هجيب الصينية اللي هفرد عليها وهحط رشة كده هو سمنة، وفي بيحطوا سمنة على زيت، مفيش اي مشكلة، المتاح عندك حطيه. بس ما تكتريش الزيت لان الزيت بينشف الفطير. نوع الزبدة اللي انا مستخدماه هنا هو زبدة فيرن. يعني انا كنت عملت قبل كده بالسمنه، وعملت لكم بالسمنه والزيت، وعملت ده بالزبده الفرن من غير ما اسيحها ولا اي حاجه. انا بحطها على النار تدفى حاجه بسيطه، بس مش اكتر من كده. نرجع بقى للفطير بتاعنا هنا هو. بصوا انا بفرده هو لمسه سمنه بسيطه كده من فوق كده هو من الزبده اللي انا مسيحاها، وبتتفرد معايا بكل سهوله. بحاول ان انا بفردها على شكل مستطيل، وبعد كده بتنيها كده هو من الجنبين واعملها كده هو. هعمل الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معلقة سمنة كده اهوك، واروح حطاها وافرد واروح مطبقة الجنبين على بعضيهم، واعملهم على شكل ايه؟ اسطوانة كده اهوك طويلة كده اهوك. بس متهيألي مفيش اسهل من كده. يعني اللي ما بتعرفش تعمل الفطير وشافت الطريقة ديك وطبقتها، صدقوني هيطلع معاها حلو جدا. يعني اتمنى ان انتوا تتبعوا الخطوات ديك وتعملوها زي ما انا عملته بالظبط. الطريقة ديك لو انت حابة تعملي كمية من الفطير اللي هو الفطير الصغير، لكن ما ينفعش ان انت تعمليه فطير كبير. ماشي، ده لو هتعملي اللي هو الفطير ايه على الطاسة من الفوق كده هو، هتعمليه بالطريقة دي. بصوا بعد كده بقى عند اخر واحدة لقيته كله ريح. يعني لما العجين بيرتاح بيتفرد معايا بكل سهولة. بروح من الجنبين كده من على الحرف من هنا ومن هنا واروح شداه العجينة. طب ليه انا عملت كده هوك؟ عشان هجيب بقى الزبدة بتاعتي واحط ايه؟ زبدة كده هوك. والحشوة بتاعتي بقى حابة تحشيها هنا هوك جبنة احشيها، حابة تحشيها فراخ احشيها، بسطرمة، جبنة رومي، إيه المتاح عندك حابة تعمليه حطيه حطيه. حابة تخليه سادة خليه سادة، مفيش اي مشكلة. انا هنا هوك حطيت اللي هي الجبنة البراميلي، اللي هي الحادقة ديك بتخليه طعمه حلو قوي.
حابه تحطي زيتون معاها حطي، زي ما قلتلك ده حاجه اختياري من عندك، انت حابه تعمليها اعمليها. وابدا الفه كده هو كرول اهو، هوريكم اهو كذا واحده هلفه اهو زي ما انتوا شايفين كده هو، يعني ابططها كده هو من على الجنبين واروح حاطه ايه لفاها رول كده هو. خليكم معايا واحده واحده وصدقوني النتيجه تحفه، يعني مفيش اسهل من كده. واجيب بقى على الحرف واروح حاطه ايه في الفتحه اللي من فوق كده هو، وبس كده. هعمل الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد بقى ما هعمل الكميه كلها هحطها في نفس الصينيه اللي انا كنت رصه فيها الفطير، واحط برضو ايه لمسه زبده من فوق كده واسيبه يريح. لما اسيبه يريح بقى هاجي اعمله بكل سهوله، يعني هيتبطط معايا بكل سهوله كده، وهيبقى ايه طري معايا قوي زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، على كف ايدك كده شمال ويمين هتبص تلاقيها اتفردت معاكي. بس حاولي ان انت ما ترققهاش قوي عشان ما تبقاش ايه ناشفه معاكي، يعني خلي الفطيره محمله معاكي كده هو، ان انت ايه تقدري تغمزي بيها ايه اي حاجه، عسل جبنه عاوزه ده لو انت عاملاها ساده، لكن لو انت حشيها مفيش اي مشكله. بصوا اجيب بقى الطاسه بتاعتي واحط معلقتين زبده كده اهوت، وعلى نار متوسطه لا عاليه قوي ولا واطيه قوي، وابدا احط الفطير بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني مفيش اسهل من كده اهو. انا بخلي الفطيره اللي هو سمكها ايه تخين شويه، ما بحبش ان انا اخليه رقيق. الطاسه هنا اهوت هتاخد اول مره هتاخد 3 فطاير، لاني كنت عامله في السبع فطاير عامله زي فطيرتين كبار شويه. بس كده اهو، ولا بغطيها ولا اي حاجه، حابه انت تغطيه مفيش اي مشكله، بس انا ما غطيتهوش وعاملاه قدامكم اهوك واحده واحده. بصوا بسم الله ما شاء الله. لو انت حسيتي ان الفطير بتاعك محتاج زبده في الطاسه وحسيتي ان هو بيتحرق منك، تجيبي معلقه زبده كدهوك زي ما انا عملت كدهوك وتروحي حطاها، دي بتخلي الفطير بتاعك لونه ذهبي ومورق وتخليه طعمه حلو قوي. او الفطيره اللي تعمل اروح حطها ايه في الصينيه، وبيبقى شكله حلو قوي وصغنن وجميل جدا. طب الفطير دوت ينفع ان انا اعمل بنفس الطريقه اعمل كام فطيره كبيره؟ لا، الفطير دوت الطريقه ديت للفطير اللي هو الصغنن دوت، ان انت ايه تعمليه اكبر من عارفين القرص الفلاحي، دي اكبر يعني تشد عن القرص الفلاحي بشويه كده هو. فطير صغنن كده هو، حابه ترشي عليه سكر بودره كده هو وتلفيه وتحطيه لاولادك كده هو في المدرسه يفطروا بيه مفيش اي مشكله. بس كده انا عملت بقى الطريقه ديك. بصوا النتيجه بسم الله ما شاء الله، بصوا من نص كيلو عمل لي كميه قد ايه. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه ديك، صدقوني مش هتندموا. لو حاسه ان انت الحشوه بتاعته حشاه قليل وحابه تجيبي حته جبنه وتاكلي بيها مفيش اي مشكله، صدقوني طعمه حلو قوي وهيعجبكم، والوصفه بتاعته مميزه وسهل في نفس الوقت. دي كده بتكون وصفتي النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم.